السلام عليكم. اكيد مجموعه من المتتبعين في صفحه قاد الملح غادي تلاحظوا انهم كيطرحوا اسئله اين اختفى قاد الملح في ملف الفنان المغربي سعد المجرد. خاصه انه كان يوم الثلاثاء 25 اكتوبر معاه. اذا اعتقل سعد المجرد يوم الاربعاء 26 اكتوبر بعد حفل او بعد سهره كانت مع قاد الملح. قاد الملح لم ينشر بعد هذا التاريخ أو بعد تاريخ الاعتقال أي حرف عن سعد المجرد. الأسئلة تطرح: أين اختفى؟ لماذا لم يساند صديقه سعد المجرد؟ ببساطة شديدة، سعد المجرد متهم في قضية ذات حساسية بالنسبة للمجتمع الفرنسي والمجتمع الأوروبي. مسألة الاغتصاب مع التعنيف ليست بالأمر البسيط ولا الأمر السهل داخل هذا المجتمع الذي دافع عن حق المغتصبة لعقود وعقود، وكانت عقوبة المغتصب في فرنسا تصل إلى حد الإعدام. إذن لهذه الأسباب قاد المالح اختفى عن الأنظار في ملف سعد المجرد. طبعا هو نشر مجموعة من الصور وبعض ما يتعلق بنشاطاته الفنية، ولكن لم يحرك ساكنا في قضية صديقه. إذن قاد لا يمكنه أن يغامر بمشواره الفني وبحياته العملية وبالعديد من الأمور المكتسبات التي طبعا كيجنيها من خلال عمله في فرنسا وفي أوروبا، باش يدافع على سعد المجرد في قضيه غادي تجبد عليه. كما يقول المثل المغربي: النحل يعني الناس غادي ينتقدوه بواحد الشكل كبير وكبير بزاف. لذلك قاد الملح اختار الانسحاب في هذه القضيه هذه، لانه فقط لو نشر كلمه واحده تضامنيه كما فعل الفنانون المغاربه والعرب فاكيد قد تصل الى ما لا يحمد عقباه. بالتالي فالجواب بسيط: ما يمكنش يغامر في قضيه اغتصاب في فرنسا.